دلوقتي الكود الامريكي لما جه يتكلم قال لك انا عندي اريا ستيل مينيمم 0.25 في جذر الاف برايم سي على الاف فيلد في البي في الدي. تعالى نكتب الكلام ده مع بعض كده نحسبه. انا عندي كاميرا بالشكل ده كانت 200 في 700. تمام. هقول لك 0.25 في جذر الاف برايم سي بتاعتها اللي هي كانت 35 مثلا على الاف فيلد اللي هي 420 في البي اللي هي 200 في الدي اللي هي 700 ناقص الكفر. تمام، لسه ما خدناش الكفر، فانا ماشيها دلوقتي ان هي الدبس كام. خلاص، تعال نحسب الكلام ده مع بعض. انا حافظ الجذر 35 هو 5.9 على طول بشرح على 35. تمام، فده 5.9 في 0.25 على 420 في 200 في 700 هيديك 491 ايه ملي. تمام. انت عندك فاي اريت مثلا 16 ولتكن مثلا 200، يعني بتتكلم بتاعت سياق فاي 16 ولا حاجه. خلاص. طيب، او المعادله الثانيه ان هو قال لك خد الاسوأ فيهم. تمام. طيب، هاجي هنا كده اقول المعادله الثانيه 1.4 على ليف فيلد اللي هو 120 في البي في الدي، هيديني رقم هاخد الماكسيموم فيهم وكده. تمام، ما عنديش مشاكل. طيب، عندي حاله بقى كده مخيفه قوي. ايه هي؟ ان انا عندي مثلا الدور ده كان على منسوب 2 متر، هو دور على منسوبين. فانا قلت والله انا عايز اخد هنا كده كاميرا فرق منسوب. كاميرا فرق المنسوب دي وضعها ايه؟ المنسوب تحت هنا عامل كام؟ كان عامل مثلا يعني دي حاجه تكون كبيره شويه، قول مثلا عندك على الصفر. فالكاميرا دي كده ارتفاعها معايا عامل لي 2 متر تقريبا، فدي كاميرا صعبه قوي. هتقول لي بقى دي ديب بيم ولا مش ديب بيم؟ احنا دلوقتي مش موضوعنا، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في ديب بيم ولا مش ديب بيم، هي ما عليهاش حمل ممكن. يعني هي الكاميرا دي كدبس هو هيقطم اي حمل هيجي عليه، وهي اصلا كده ولا كده تبقى في عندك مثلا عمود قريب ولا حاجه. فالمهم في الاخر الكاميرا طلعت كاميرا ضخمه جدا لاجراء معماري، وكحمل لما اجي ابص عليها كمومنت عليها مومنت ضعيف جدا. فهلاقي نفسي مثلا محتاج فيها سيخين فاي 12 طوب وبوت. فاجي اقول ايه؟ والله طيب انا هحسب بقى الحسبه اللي احمد قال لي عليها دي بتاعت اريا ستيل مينيمم. تمام. فطلعت لي تسليح كان مثلا 5 فاي 20 طوب وبوت مثلا. ما هيبقى واحد هيتثبت في الطوبات من في البوت، صح؟ في نقطتين عندك في الموضوع ده. انت محتاج اريا ستيل مينيمم عموما في التوب ولا في البوتوم؟ هو ده السؤال. احط اريا ستيل مره في التوب ومره في البوتوم، ولا اوزعهم على التوب وعلى البوتوم، ولا اعمل ايه؟ والله يا سيدي الفاضل، انت حاطط اريا ستيل مينيمم ليه؟ عشان الشرينكج. انا عايز اوفر مينيمم ميه في عجينه. انت عندك عجينه، تمام، ما هطلعش ميه خالص، حطيت فيها الدقيق والحاجات وحطيت يعني ايه سنه ميه بسيطه كده خالص يعني، بقت عجينه. تمام. بس تيجي تمسكها تلاقيها بتقطع متفرول منك. انت مش عايز كده، انت عايز تديها يعني ايه مينيمم مرونه، يعني شويه فاهم طراوه كده. ليه؟ عشان ما تبقاش شرينكج، يعني شروخ الشرينكج ما تتكونش. مظبوط. مظبوط. طيب، يبقى انا دلوقتي محتاج الكلام ده فين؟ في المناطق اللي بتشرخ. ما انا عندي منطقه التنشن، الخرسانه في التنشن مش حلو، فبالتالي يبقى انا عايز احط اريا ستيل مينيمم فين؟ التنشن. لان الكومبريشن خرسانه كده ولا كده مش محتاجه حاجه اصلا. ولكن انا بالنسبه لي المنطقه الضعيفه فين؟ التنشن. يبقى الكود لما يجي يكلمك انك تحط اريا ستيل مينيمم بوجه عام يطلب منك في منطقه التنشن مش منطقه الكومبريشن. تمام. فدي كده كانت اول نقطه معايا. فانا اجي على الكاميرا الضخمه دي شوف منطقه التنشن اللي فيها فين، افترض ان هي يعني بقى عليها تنشن، واحط فيه اريا ستيل مينيمم. تمام. تمام. لا مش تمام. ليه؟ قال لك ان في كمان شرط في الكود الامريكي بيقول لك بيقول لك if area steel provided at every section is at least one third
greater than الاريا ستيل required by analysis من 9 مش عارف كام و9 مش عارف كام، البندين دول need not to be satisfied. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي الاناليسز على الكاميرا دي اداني هنا ان انا محتاج 2 فاي 12 والاريا ستيل مينيموم 5 فاي 25. اخد ده ولا ده؟ قال لك لا ده ولا ده. خد ده اضربه في 1.3 اداك مثلا 4 فاي 12. انت زي الفل، صلحها على كده. وده البند الاخير، ودي نقطه للاسف يعني كلنا بنقع فيها. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط